اللي انت بتستشكل عليه. ما انا هاخد الممكن ده احطه جنب الممكنات التانية واقول لك انا عايز تفسير. ما هو انت بتستشكل ان امكان مهما زودت الممكنات انت ما شرحتش. طب خلاص بعد كده ما جيت تقدم الاجابه او الحل ضفت لي ممكن جديد. يا فرحتي، طب انا عملت انت ايه؟ فين الاجابه البديله؟ ما هو لو انت اجابتك مقنعه يبقى اجابتي ما فيهاش مشكله. لو اجابتي فيها مشكله ومش مقنعه يبقى اجابتك فيها لسه مشكله وما حليناش حاجه. فترجع كده تفضل في الدايره دي. طيب لو ضروري تاخد الالزام بتاع الضروري، لو ممكنه تاخد الالزام بتاع الممكنات. اعتقد ان انا شرحت كده كفايه كده، انا اعتقد طب خلصتها. اصبر ثانية. ماشي. بص، اولا اول حاجه احنا قلنا احنا خلاص سيبنا الدليل الاولاني بتاع لكل حادث محدث في العالم حادث في العالم ليه محدث. تعالى باخد الدليل الثاني، ان لو مثلا لكل ممكن مرجح، الحاجه اللي هي كانت ممكن ما تبقاش موجوده ودخلت الوجود، بنسال ايه اللي دخلها حيز الوجود، على عكس ان هي كانت ممكن تفضل في جراش العدم. بعد كده المقدمه الثانيه ان العالم ممكن، فالاستنتاج العالم ليه مرجح. تمام. فتعالى بقى ناخد المقدمه الاولى، يعني ايه اللي كل ممكن مرجح؟ الحاجه اللي كان ممكن ما تبقاش موجوده في حاجه رجحتها. طيب ليه؟ فاكرين ان احنا قلنا في الحدوث ان كل حادث محدث. هو نفس الفكره اللي احنا هنقولها هنا في الامكان. انا عندي سلسله من الممكنات، كل ممكن بيشرح الممكن اللي قبليه، بيشرح الممكن اللي قبليه، بيشرح الممكن اللي قبليه لما لا بدايه. فانا كده انا كده طبقت، التزمت بالمبدا ان الكل ممكن مرجح، لكل ممكن في السلسله المرجح بتاعه. ما اتكلمتش على ان المرجح بتاعه ده ممكن ولا واجب. المبدأ كده، المبدأ ما بيقولكش الكل ممكن مرجح واجب ولا الكل ممكن مرجح ممكن. تمام. لكل ممكن مرجح. فانا خلاص كل ممكن عندي في السلسله بيقدر يرجح. فيجي يقول لك لا 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 لا، انت فهمتني غلط. الممكن ما عندوش القدره على الترجيح. تمام. فاحنا نقول له انت جبت دي منين؟ احنا عندنا بنشوف الممكنات اللي حوالينا عندها القدره على ان هي تجيب ممكنات تانيه. لو احنا بصينا على الواقع، الواقع فيه ممكنات بيجيب ممكنات تانيه، زي ما في حوادث بيجيب حوادث تانيه. فيقول لك لا والله الممكن ده لازم ياخد القدره دي من الواجب، ما ينفعش ياخدها من ممكن تاني. فيدي مساحه طبعا. ليه هنحتاج برضو ناخد اجابه ليه الممكن لازم ياخد القدره دي من الواجب؟ ليه ما ينفعش يكون من قدره الممكن ان هو يرجح ممكن تاني؟ فدي زي ما من قدره الحادث ان هو يحدث او يوجد حادث تاني، ليه تنفي ده؟ ليه تنفي القدره في الممكنات؟ طبعا ما بنتكلمش عن ممكن وهو مش موجود، بنتكلم عن ممكن في حاله وجوده وهو موجود، يقدر يوجد، يقدر يرجح، يقدر يحدث ممكن تاني او حادث تاني ولا لا. زي ما قال مريخي كده ان في مشاكل عند الناس هيلتزموا باشياء لو قالوا ان احنا ما عندناش القدره على ان احنا نوجد حاجات تانية. واكثر حاجه اتساقا مع الناس اللي هتاخد اللاين ده من التفكير هم الاشاعره. لا مؤثر في وجود الا الله. هو ربنا بيحط هو ربنا المحدث لكل حاجه، ربنا المرجح لكل حاجه في العالم. آم، لو قالوا بقى ان احنا عندنا قدره شويه حلوين، عندنا مثلا 50 بنقدر نرجح بنسبه، يبقى كده لو قالوا صفر ترجيح، ممكن صفر ترجيح، كده التزم بالله لا مؤثر في وجود الا الله. خد بقى مشاكل لا مؤثر في وجود الا الله، ان كل فعل احنا بنستقبحه هو حرفيا الاله اللي فعل الفعل ده على الطرح بتاعك. فخلي بقى ايه، اجري بالخيال بتاعك في اي فعل. فيقول لك لا لا خلاص 50 50، هو ربنا بيخش في 50، الممكن بيخش في 50. ساعتها ربنا هيفتقر للممكن، الممكن هيفتقر لربنا، الاثنين هيحتاجوا بعض عشان الحاجه تحصل. فكده يبقى في افتقار للاله. ولو قال ان هو لا الممكن فعلا بيقدر يجيب ممكن تاني، خلاص كده احنا التسلسل بتاع الممكنات بتاعنا وشكرا، مش محتاجين الوجه. فدي كده الردود. بعد كده بقى مريخي قال طب تعالى تعالى نجيب، تعالى بقى ايه، نجيب الاله ذات نفسه ونقول ايه يا عم احنا الممكنات ما بنقدرش، محتاجين الاله. فجيب الواجب، الواجب اللي هو الغني اللي بيدي فلوس للممكنات الفقراء دول، ونسأل العلاقة ما بين الواجب، العلاقة بتاعت الترجيح دي اللي ما بين الواجب والممكن. تمام. هل دي ضرورية؟ أما ربنا مثلا بيرجح وجود مريخ على عدم وجود مريخ، هل دي الحاجة ممكنة؟ يعني كان ممكن ربنا ما كهرباء يعملهاش؟ انت اول ما دخلت سلك اول حاجه قلت لك شير عشان انا بعمل حاجه، انت ما شيرتش تاني برضه على جروبات اللايف نفسها. تمام ماشي. ما أنا ما سمعتش ده. بقول لك انت ما شيرتش برضه لا اللايف ما ده سمعتش ده في أول بس. تمام شكرا تمام. ماشي. ده مؤاخذة. آه فالمناخي بيقولوا بقى إن إحنا حاجة من الاتنين، لا اما ما ربنا بيرجح ممكن ده الفعل ده ضروري ان لازم يحصل، لا اما آه، الترجيح ده لا اما واجب، فبالتالي ما فيش ممكنات في العالم بتاعنا كلها، ربنا لازم يرجح ده، ربنا لازم يرجح ده، ربنا لازم يرجح ده.
فكل ده لازم يترجح، فكده ما بقاش فيه ممكنات، كده بقى دليل الامكان ما بقاش دليل الامكان خالص. كده احنا محتاجين نغيره. الخروج بتاعهم او الرد بتاعهم على حاجه زي كده ان هو يقول لك لا لا اصل هي ممكنه من فوق واجبه من تحت وحاجات انا الصراحه ما بفهمهاش. الناحيه التانيه ان هو يقول ان ربنا بيرجح الحاجات دي ومفيش حاجه بتشرح ليه ربنا بيرجح الحاجات دي، فكده يبقى ضرب المبدأ بتاع ان الكل ممكن مرجح، لان كده ربنا بيرجح حاجات من غير ما يكون في سبب او حاجه بتشرح ليه ربنا بيرجح الحاجات دي. فلما تنفي وجود الممكنات في العالم وتقول ان كلها واجبات ربنا كان لازم يعمل كل الحاجات دي، او ان انت تدي مساحه لان في ممكنات، بس ساعتها مش هتاخد المبدأ بتاعك اللي انت انطلقت منه بتاع ان الكل ممكن مرجح. بس خش بقى يا استاذ منير. كان في خش يا حته تانيه مريخ قالها على موضوع الكل. كل ما بقى اللايف انا اللي بتكلم فيه ما بتشيروش، انا حاسس ان ده حاجه في السب كونشس، انت بتحاربني يعني. لا لان احنا انا بقول لك ما اعرفش. يا اسطى انا قدام ما دخلت يا اسطى شاير البتاع عشان بعمل حاجات انا بايدي وبتاع. ما بعملش كده عندي وعندك. انا لا انت عندي بتعمل شير. وعندك ما بشيرش اول ما اللايف بيشتغل غير في الناس اللي هي بتبقى موجوده هنا اونلاين. يا راجل لا، بس كنت في الاول بتعمل كده، بس ما علينا مش مشكله. طيب خلينا بس اقول آه، الحجج عموما ممكن نقدم اللي انا قلته ده في حجج التانية دي مش يعني ليه اصلا بقى العنوان اصلا بتاع ان هو في استحاله وجود خالق. في الاول خالص لما كنت بقدم الحجه دي جيت قدمتها على تطبيق القديم. قدمتها في شكل اللي هو في استحاله وجود قديم، يعني اصلا في قديم عموما، وباحث ساعتها اعترض، وكان اعتراضه فعلا كويس ان هو ممكن يبقى فيه قديم بس مش هينفع يكون بينتراكت سببيا او يعني يتفاعل سببيا مع الحوادث. يعني المباحث كنا بنتناقش معاه وبنتناقشنا مع كذا حد تاني، في الاخر وضحوا لي ان فعلا ما اقدرش اقول استحاله قديم تماما، ولكن استحاله قديم يتفاعل مع العالم بتاعنا. فايه صفات القديم اللي ممكن يتفاعل مع العالم بتاعنا؟ هو خالق. فغيرت شويه في صيغه الحجه. الحجه كانت طويله وانا حاولت، كانت فيها فعلا شكلها الاستراكشر بتاعها البنيه نفسها كان سيء، فانا حاولت ابسطها على قد ما اقدر، والحجه خليتها مقدمه واحده بس. خليتها مقدمه نتيجه، بعد كده نقعد ندافع عن المقدمه. وهو دي فكره استحاله وجود خالق. لكل حادث محدث لكل حادث محدث حادث. لكل حادث محدث حادث. اذا لا وجود لقديم في السلسله، او لا وجود لقديم لو في حادث واحد، ما دام لقينا حادث واحد عندنا ما ينفعش يبقى فيه قديم. بندعم ازاي المقدمه الاولى اللي بتوصل لنتيجه، طبعا الحجه دي صحيحه اللي هو valid كستراكشر او كبنيه. بندافع بقى عن طريق المقدمه الاولى ان احنا بنتكلم اللي هو بنشرح العله التامه بكل بساطه، ان الف تستلزم وجود باء. لو الف قديمه لازم باء تبقى قديمه، فما ينفعش الف تبقى موجوده. لو الف موجوده اللي هي قديمه وباء تخلفت مودست تولنس حاجه كده ما اعرفش اسمها ايه بالعربي، اللي هو ده على طول استحاله. دي كده على طول ده معناه ان هي مستحيل تكون عله تامه. ف يعني ده الشكل لو حد مهتم بالشكل النموذجي او اللي هو ما اعرفش بيبقى اسمه ايه السيلوجيستيك بتاعها. بالنسبه لحته اللي هو الضروره والامكان، الصراحه لا ما فكرت لهاش قوي في صيغه لسه. بس دي الصيغه موجوده وممكن ابقى اكتبها عندي على التليجرام اللي انتوا شايفين الكيو ار كود بتاعه موجود، وهو اسمه سفسطه. ما اعرفش لو دورته، هو SAFS 6A. ما اعرفش ما دورتش انا كده كده الجروب بتاعي، فلما بدور بيطلع اول واحد، ما اعرفش ده هيطلع عندكم ولا لا. هو سفسطه. طبعا كل واحد انا مستني الكومنت بتاع اللي هو انتوا فعلا اللي بتعملوه ده سفسطه، مستنيك. واحنا قاصدين، احنا كاتبينها اللي هو بنطلع نفسنا على المسرح قبلها. فده بالنسبه لي ده الطرح. خلينا عايز اكد تاني عشان لو الناس ما حضرتش في الاول، ده مش معناه طبعا تقدر تتجنب المشاكل دي على الاقل مشكله الحجه بتاعت القدم والحدوث عن طريق ان انت تتخلى عن العله التامه، تتخلى عن لكل حادث محدث، تتخلى عن حاجات كتيره، بس انت بقى انت وذوقك. عيد من البدايه، ربنا معاك، عيد من بدايتي، انت بتهزر. بقالي ساعتين ببح في صوتي. احنا ممكن ناس تطلع وحد بقى يسال واحنا بيسالوا ونبقى نجاوبهم يبقوا يعرفوا. فالحجه دي مش بتنفي وجود خالق بالمعنى ان هو في استحاله، ولكن كل اللي بنقوله ان لو المقدمات دي انت قبلتها والحجه صحيحه والمقدمات والحجه صحيحه، فالنتيجه هتخليك ان انت مش هيبقى في قابليه ان يبقى في قديم اله او خالق يعني يتفاعل مع العالم بتاعنا اللي احنا مسلمين ان هو في حوادث. طبعا تقدر تضرب الموضوع ان تقول ان مفيش حوادث، تلفها من الناحيه الثانيه ان دي مش حوادث. ما اعرفش ساعتها ده هيوصلك لايه الصراحه، بس يعني اعتقد ده اوبشن ان انت تتخلى عن المقدمات.
انا كده بالنسبه لي كهرباء خلصت. لو شوف عايز تطلع الناس، عايز تعمل ايه، عايز تقفل قوم ننام مثلا. نطلع الناس وننبه بس ان في جزء تاني ان شاء الله هيتعمل، هيكون في بقى مش ان احنا هناخد الادله دي ونقول ان فيها مشاكل وان في اسمه ده نقدر نستغنى عن مثلا قديم او واجب ونشرح ظاهره الامكان في العالم، الحدوث في العالم، بل بالعكس هيبقى في بقى مشكله شر ومشكله اللي هو الاختفاء الالهي او الديفاين هيدنس والتنوع الديني وكل الكلام ده ان شاء الله ان شاء الله في الجزء الثاني بس ده. stay tuned. طيب ونستأذن الناس اللي يقدر يبعت قلوب يبعت، اللي يقدر يبعت يعمل شير يبعت، يقدر يبعت هدايا يبعت. ربنا يوفقكم. اي يعني شارك ولو بأي حاجة. كبس. والشاطر لو يرفع ايده. اه قلوب دي اللي هي التكبيس، عشان كلمة تكبيس دي مريبة، قلتها برضو في الآخر ما استفدتش حاجة. أنا هصغرك بقى، لو أول ما حد يطلع هصغركم. يا عم مفيش مشكله. استاذ احمد باشمهندس احمد ابراهيم بيقول لك انت قدمت برهان ولا لا؟ استاذ احمد ابراهيم انت حضرتك لحد النهارده ما ردتش على المسج بتاعتي اما انت قلت لي هجيب لك برهان، فاما حضرتك الاول تجيب لي الحوار نموذج على برهان ده وهبقى انا اقدم لك برهان. كان من حوالي سنة تقريبا. من سنه. تقريبا. هو فين أصلا؟ أنا مش بيقول شايفه. لك اقفل سلمك البث فين؟ واعمل. لا فاكس مش عارف حاجة. فضلا متى وليه أقفل بدأ وافتح البث؟ عنك؟ أنت بتطلع الناس ولا؟ آه. آه. تمام. أنا مش عارف. مش مساء عارف الخير، أظبط إيه. ازيكم يا شباب؟ مساء النور. ازيك يا كهربا؟ انا الحمد لله زي الفل. ايه اللي انت قلته لي وانا ما بعتوش؟ كنا في روم على التطبيق التاني وقلت لي ان انت ما بتقدمش برهان، فقلت لك اديني نموذج لبرهان والمفترض كنت هتبعته لي على التليجرام ولسه ما اتبعتش لحد دلوقتي. مش انا بعت لك 10 براهين على استحالة التسلسل؟ ولا مش فاكرها دي؟ خليك معايا سنة. شيل من المطالب العالية. طيب انا عايز اناقش كهربا، هو مين اللي قدم الدليل على استحالة وجود خالق؟ كله ساكت دلوقتي. أنا كله مستخبي شوف بقى. طيب انا عايز اسالك، انا عايز اسالك يا مريخ. أنا يا باشمهندس أحمد. طيب انت مخلوق ولا لا؟ تقصد المخلوق اللي هي سبب لا، اقصد مخلوق انت ما كنتش موجود وبقيت موجود، هو ده اللي انا ما أنا اقصده. سألت، ما أنا بقوله أيوه ليها سبب، أيوه ما أكيد ليها سبب، ده كنتش موجود وبقيت موجود أكيد ما هو سبب. طيب هل انت اللي جبت نفسك ولا باباك اللي جابك؟ لا أنا جبت نفسي ولا أبويا اللي جابني، أبويا وأمي وشوية عوامل تانية. حلو، يعني في خالق ليك. ما هو تاني كهربا انت عشان مش كلمة مسموع. اه ما انا خدت بالي. طب انت سامعني دلوقتي؟ اه اه دلوقتي سامعين. مسموع. انت اللفظ. بعت لي باراجرافات كده، هو ده البرهان؟ اه هو ده البرهان. هو ده المقدمات والاستنتاج؟ طيب اعتبر البث بتاعنا ده برهان. ازاي يعني؟ طيب عادي. لا انت زي ما في الكتاب كده اعتبرني قرأت صفحتين من الكتاب. يعني ايه؟ انت باعت لي صفحات من الكتاب، صح كده؟ انت عايزني الشخص اكتبهم لك، داخل. يعني اخدهم كوبي وابعتهم لك صح؟ لا انت فاكر احنا النقاش كان ايه؟ هتقدم لي مقدمات، هترمز. كان متهيألي مش فاكر كنا اتكلمنا عن احنا هنرمز المقدمات ولا لا، بس هتدي لي مقدمه الثانيه الثالثه الرابعه مثلا الاستنتاج. مش ده اللي موجود في الصفحات اللي انت بعتها لي. انت بعت لي كلام عادي كده مستفسر وراجل واخد براحته في الكلام. ما هو انت اما ده يفرق ايه عن اللي مريخي عمله في البث ده؟ طب انا هقول لك، هسألك سؤال. انت عارف البرهان بيبقى متكون من ايه طيب؟ ولا لا؟ لا انا كنت منتظر ان انت تبعت لي مثال يعني عشان اعرف انت البرهان. يعني انت محتاج ان انت تتعلم، مهم. تعرف تصيغ برهان صح كده؟ صح كده، وما لقيتش حد يعلمني. طيب نتكلم بقى مريخي لحد ما نجي لك احنا نعلمك. طيب مريخي، انت كده ليك في حد خالق، يعني في انت طالما في مخلوق فلا بد له من خالق صح كده؟ انا التاني لو بستخدم مخلوق ان هو في سبب ونتيجة، ان في كائنات جابت كائنات انا تانية انا تمام. قصدي مخلوق ان شخص ما كانش موجود وبقى موجود، شخص ايوه حاجة شيء، صح اكيد ده كده؟ مش اسمه مش موجد، معاك. ده اسمه موجد مش خالق. بس ايه؟ سيبك.
لو اللفظ، بص يا باشمهندس مش احمد، مشكله في اكيد اللفظ، مش مشكله في اللفظ. اكيد ما مش هوصل لمرحله يعني ان انا اقول لك ان انا كنتش، ان انا موجود طول الوقت. ايوه انا كنتش موجود وبقيت موجود، فليها حلو سبب، خالص. ليها موجد. عايز تسميه خالق، انا رافض ده عشان ده لفظ محمل بحاجات تانية، بس ماشي براحتك، ايه بس انا ايه بوضح اللي لك اهو. ايه اللي محمل بيه طيب؟ طب خلاص مش محمل بحاجه، خلاص استخدم اللفظ بتاعي موجد، اللي هي موجد هو يعني. مش محمل باي حاجه، ليه؟ لان طب خالق خلاص، معناها طب ان ثواني هو ثواني، ما دام اسم مش فاعل. ما انا ما دام هقول مش لك. محمل بحاجه، طب ثواني بس، ما دام مش محمل بحاجه خليها موجد. مفيش مشكله، مفيش مشكله. انا بس عايز اقول لك ما معنى خالق. خالق معناها هي اسم فاعل، اسم فاعل لفعل الخلق. فلو انا عندي فعل خلق، ولو انا عندي مفعول اللي هو المخلوق، فلا بد يكون عندي من فاعل وهو الخالق. لوجيكال يعني، تمام. طيب انت بقى ليك طب عادي خالق. ثواني كده، ما هو عندي موجود وبعد كده ما هو موجد ده اسم فاعل، فبالطبيعي لو عندي موجد هيبقى فيه اللي هو موجد، فما فرقتش، انت بس لفظ تاني. كمل. لا، ثواني. اسم الفاعل من موجد. اسم الفاعل من أوجد، فهو الواجد. موجد. لا 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 لا. طيب مش مشكلة، خلينا بعيد عن اللغة خالص. احنا خلينا بس في الدليل. المهم المعنى، احنا مش هنختلف. عايز نغير اسم الخالق نخليه موجد أو واجد أو أيا كان، مش مشكلة، عادي نسميه موجد. انت كده ليك موجد، صح؟ بالظبط. طيب ما هو برهانك ده اختلف كده، صح؟ انت ما ليك موجد، وانت اعترفت بيه. ازاي بقى في استحالة وجود خالق؟ عشان عشان خاطر، ما انا كنت عشان خاطر كده قلت لك ما تستخدمش لفظ خالق. خالق ده انا بتكلم على اللفظ المستخدم في الحياه العامه بتاعتنا، حته ان هو اله او قديم وهو اللي خلق العالم بتاعنا الحوادث، عشان كده قلت لك ما تستخدمش خالق من الاول. اه. طيب يعني احنا لو انا ملحد فانا لازم كده كده يكون ليا خالق، ليك موجد. بغض النظر او موجد، صح كده؟ بالظبط، او ليك محدث او واجد موجد مرجح. او محدث او مرجح. شوف يعني أنا ما عنديش اي مشكله في الالفاظ دي. طيب هل ممكن نسميه الله ولا لا؟ انا مباشر، لا مش هينفع. ليه طيب؟ عشان خاطر عندك الله لازم يبقى قديم، ما ينفعش يبقى حادث زينا، انا كل اللي بيجيبوني حوادث زي. طيب يعني انت بتقول ان انت موجود واللي خلقك، عفوا انت حادث واللي اوجدك، خلينا نستخدم الالفاظ اللي انت بتحبها، حادث. لا الى اول. بالظبط. طيب انت دلوقتي بتقول بعدم استحالة التسلسل لا الى نهاية. انا بقول ان انت لو خدت لكل حادث محدث مش هتقدر توقف التسلسل، مش هتنفع تاخد الاتنين مع بعض. ليه طيب؟ لا مش ليه، وريني انت دلوقتي عندك، انت مقتنع ان كل حادث محدث ودي ضروره عقليه او حاجه يعني بديهيه ما ينفعش نخالفها ولا لا؟ اه طبعا. جميل جدا، وقف السلسله. انا قبل ما اوقف السلسلة، انت بتقول ان دي ضرورة عقلية، صح؟ اه ما بقول ايوه، ما بقول لك انا فعلا بتحرك من لكل حادث محدث. انا بقول بقى الادعاء بتاعي ان انا لو لكل حادث محدث وانت سلمت معايا، مستحيل هيبقى عندك تسلسل مش بمزاجك، التسلسل ماشي يا هيبقى مريخ. ضروره. طيب ايه الضرورات العقلية اللي عندك؟ لا لا معلش، طب لا نرجع دلوقتي، انا دلوقتي انت قلت لي حاجه، سالتني على التسلسل، فانا سالتك دلوقتي سؤال، او قلت اه ما لك انا لو انا عندك. ما انا بسألك كده ليه؟ ما انا هجاوبك، هقول لك. انا بسألك اوكي. كده ليه؟ لان انا بدعي ان التسلسل مستحيل، وده شيء بديهي، لا ما هو بل انا بقول لك بقى، بص انا ما عنديش مشكله على فكره، انا مم. هاخد البديهيات، انا متفق معاك على فكره، انا قلت كده في البث والناس موجوده، الريكورد موجود. انا مم. قلت انا في الاول ماشي هقبل، انا كل حادث محدث ده ضروره عايز تمشيها بديهه برضه، ما عنديش مشكله. وبعد كده فكرت فيها، والتسلسل هو كمان مستحيل بديهه. بس لما لقيت الاثنين مع بعض لقيتهم ما ينفعوش. هينفع عندك بديهيتين يبقوا متناقضين؟ يعني عندك بديهيتين ضد بعض؟ لا قول تاني كده، ايه البديهيتين اللي ضد ينفع بعض؟ ما ده الادعاء بتاعي، انا بقول ان التسلسل يلزم، يعني لكل حادث محدث يلزم منه تسلسل. فانا ما ينفعش اخد الاثنين بديهيات، ما ينفعش اخد الاثنين ضرورات، ازاي اخد الاثنين متناقضين بالنسبه لي؟ لا، مين قال كده؟ لو انا قلت ما أنا... مثلا لو ثواني انا قلت هقول لك، مثلا هجاوبك مين اللي قال كده. مم. انا. اقصد ايه الدليل على كده يعني، فاهم؟ الدليل على كده، ما هو انا هوريك الدليل، انا قدمت في اللايف ده كله الدليل. تعالى بقى نعكسها.
انا بقول انت دلوقتي عندك لكل حادث محدث، وقف مم. السلسله وشوف، وريني هتوقفها ازاي، يعني اثبت لي ان انت تعرف توقف السلسله عن طريق لكل حادث محدث، ساعتها انا طرحي كله يتهد. اما انا بقول لك، هو انا اللي انا بدعيه ان الدليل بتاعي لا يتم الا بضروريات، ايوه ماشي. والضروريات اللي انا بقولها 5. ثانيه. ايه هم لا ثواني بقى؟ بس، ثواني يا باشمهندس يا باشمهندس احمد، احنا هي بس عشان ما نقولش إن الضرورات تكبر مننا. هو لكل حادث محدث، انا دلوقتي كلامي بسيط، لكل حادث محدث انا بقول ان مش هينفع، مش هتعرف توقف السلسله. المفترض ده ادعاء كبير جدا، وانت بتقول لا دي استحاله ودي استحاله، او يعني الاثنين مع بعض، دي اللي هي تسلسل استحاله. المفروض دلوقتي بكل سهوله توريني ان عادي يبقى عندك لكل حادث محدث وتقدر توقف السلسله، فساعتها طرحي خلاص هيبقى كده اتهد، ما اقدرش اتكلم معاك. هتخلص الموضوع من غير ما نتعب نفسنا في مواضيع تانية ونتفرع ونروح لايه الضرورات مش الضرورات. اي حاجه انت مسلم بيها انا مسلم بيها، هي حاجه واحده بس احنا مستشكلين عليها، نقطه واحده. اي حاجه، شوف انت نظريه معرفه اللي انت كل حاجه هتقولها انا مسلم بيها، حاجه واحده بس انا مستشكل، انا بقول لكل حادث محدث هيلزم منه تسلسل علل. بس هي دي النقطه الوحيده الاشكاليه، حلها لي ما بقاش في بيننا مشاكل، هتفق على اللي انت بتقوله. مفيش مشاكل، بس انت بتقدم دعوة صح؟ يعني بقدم دعوه. يعني دي دعوة محتاجة الدليل. ما انا قدمت دليل في اللايف ده وعلى كلاب هاوس لمده سنتين. طب ايه؟ طب قوله تاني، ده لو ما عندكش مانع. الادعاء هو لكل حادث محدث مش هتعرف توقف السلسله، ما هو ده الادعاء. ماشي، ما هو دي الدعوة، ايه الدليل عليها؟ انا بقول لك ليه مش هعرف اوقف السلسلة. اوكي يعني طب احنا ما عندنا مثلا انا 15 فاهم. مخلوق. فهمتك اه. خلاص. بص، انا بقول لك يعني ماشي تعالى، عشان انا تعبت من اللايف بقالي ساعتين بتكلم لوحدي. حاول انت تعكسها، يعني معلش المره دي وما عنديش مشكله، يعني هبقى اقدمها لك لو عايز، بس خلينا رايح شويه وحاول انت اعكسها، وريني ازاي ان هو عادي هتقدر توقف السلسله. ما انا بقول لك اهو، انا اقول لك الدليل. اتفضل. انا بقول لك لكل حادث محدث، ولو ها، انا مثلا، احنا عندنا مثلا مخلوقات، فانا خليني اريحك بقول. يا باشمهندس احمد، خليني اريحك يا باشمهندس احمد، تعالى طب نمسك خلينا اول حادث اكمل طيب. خالص. ماشي ايه؟ طيب اتفضل. خلينا نمسك اول حادث، تعالى نمسك اول حادث خالص اللي احنا بنقف عنده. ما هو سيبك انت خلاص، انت من ما ينفعش تقول اول حادث، انت لا هتسلم لي لا يعني ان في اول حادث. هنشوف هينفع يبقى في اول حادث ولا لا، تعال نمسكه. احنا حلو كده جدا. خلاص، حلو قوي، حلو. نريح نفسنا، نمسك اول حادث. الحادث ده جه عن طريق قديم ولا حادث؟ قديم، احنا عايزين نوقف السلسله، فانت هتقول طبعا. قديم. حلو قوي. القديم اللي عندك عله تامه للحادث ده ولا لا؟ القديم اللي عندي طبعا علة تم. حلو قوي. ايه تعريف العله التامه يا باشمهندس احمد؟ ما يترتب عليها وجود المعلول. اذا حضرت العله التامه لا يتخلف معلولها، مستحيل يتخلف. لا، انا ما بقولش كده. ماشي، انت عندك مفيش العله مشكلة، التامه، في ماشي، عله مفيش تامه. كده، مفيش طلع مشكلة. الشيخ محمد طبعا المثال. طبعا اي علة يستحيل تخلف المعلول عندها، طبعا. حلو قوي. فانت دلوقتي انت عندك كائن قديم خرج منه حادث، هو ده مش تراخي، ده ما هو ده تاخر، ده حاجه ايوه. موجوده. حلو اتفضل. خالص، حلو خالص، حلو خالص. انا بقول بقى في عنصر بيخليني بقى اقول انه متى وجد المعلول وجد العلة. المعلول مش طب معلش هو ثانيه بس بس يا فقط. باشمهندس احمد، هستاذنك ثانيه واحده. يا جماعه انا هطلعكم، ما عنديش مشكله اطلع الجيسس كلهم، بس ما حد، لو حد فتح المايك هنزله في ساعتها، انا مش عايز حد يتداخل لحد ما اخلص مع باشمهندس احمد. اوكي. انا هطلعكم بس عشان انتوا رافعين ايديكم، بس ما حدش يفتح المايك بعد اذنكم. ثانيه يا باشمهندس احمد. ثواني. اللي هيفتح المايك يا شباب هنزله، مش لو سمحت اقفل المايك عندي، اقفل المايك عندي لو سمحت. حاضر. اقفل المايك. على فكرة انا برضو مش شايف المايك اللي بيقفل عندنا. مش مشكله، يعني انت كده كده بتتكلم يا باشمهندس احمد، فخليه مفتوح ماشي. عادي. ثواني معلش، ثواني عشان اركز معاك. يا جماعه اللي هيتدخل هنزله مش هيطلع تاني عشان تبقوا عارفين بس. اتفضل يا باشمهندس احمد. العلة التامة اللي انا اقصدها، لان انت عارف ان انا متكلم مش فيلسوف، او انا بتبع. انا كده كده بتناقش معاك كشخص، اللي هتقوله هعتمده، ماليش دعوه، بس اه اتفضل. العلة التامة هي ما يلزم من وجودها او ما يلزم منها المعلول. طيب هل بالظبط. ذات الله سبحانه وتعالى او ذات الخالق او الذات القديمة دي هي بس العلة؟ لا طبعا. طيب تمام. ايه بقى العلة؟ العلة هي قدرة القديم
وإرادة القديم. فالقدرة حلو قوي. توجد والإرادة تخصص بوقت معين، بزمان معين، بحدوث، بقدم، فاهم كده يعني. تمام. فدلوقتي عشان بس ابقى فاهم الشرح بتاع حضرتك دلوقتي، ان انت عندك الواجب ذاته، ده ذاته موجوده. تمام. بعد كده انت قلت الاراده والقدره، صح؟ قلت كام حاجه كده، الحاجات دي بيتفاعلوا مع بعض بشكل معين، فساعتها العالم يخرج مثلا، او اول حادث يخرج، صح اه كده؟ حلو. لا، التفاعل ده انا او انا 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 عايز اقول بس ان كمان انت تقدر تقول ان العالم كله قديم، او يعني في موجودات قديمة وتثبت خالق كمان. ماشي. ده يعني شوف انت، عشان بس احنا هناقشك انت دلوقتي، شوف انت عايز اي طرح، ما اه عنديش مشكله لا لا، نخلصه. انا بقول لك الطرح ده الطرح ده لا اللي انا احنا لو طرحناه عارف، فعلا. انا عارف طبعا، عارف ان ابن سينا والفلاسفه عندهم الكون قديم وعادي وله سبب او له برضه ضروري، بس عشان بس نناقش نقطه. ممكن بعد كده لو عايز بعد كده نرجع نجيب تاني من الاول ونشوف الناحيه التانيه بيقولوا ايه، ما عنديش مشكله. فنمشي بس دلوقتي، هتاخد اي واحد فيهم ان هو في حاجات معينه كده لما بتجتمع مع بعض في الاله، اللي هي الاراده والقدره والتخصيص، ايا شوف انت بقى ايه المسميات دي، بتخرج اول حادث، صح كده؟ اه انت كده شايف اسم شايف تناقض هنا مثلا او استحالة. التجميع. طبعا هو اول حاجه انا مش هتفرع لحته الزمن والكلام ده كله، بس هو التجميعه دي حادثه ولا قديمه؟ اللي هي ايه؟ ان هم يجتمعوا مع بعض فيطلع اول حادث، التجميعه بتاعتهم دي قديمه